دايما انا بقول لكم ما تصدقوش اي خبر او اي كلام يتقال الا لما تكون متاكد بنفسك من الموضوع دوت. وده اللي حصل مع الفنانه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. واحنا بنتمشى في منطقه البساتين، مقابر البساتين، اتقال لنا ان الفنانه ثريا فخري مدفونه هنا. وطبعا الكلام دوت ما كانش معروف، مفيش كلام كتير بيتقال عنها إلا كلام سيء ووحش جدا. بمنتهى البساطة في سنة 2021 حاجة كده، موقع أو جريدة زي يقال عليها، أبسط ما يقال عليها إنها صحافة صفرة، كتبت خبر إن الست ديت جاسوسة، وإنها يهودية، وإنها كانت مخبية قنابل ومخبية حاجات. وتقوم السوشيال ميديا وكل المواقع تنقل منها الكلام دوت، وتبقى دي الصورة الذهنية عن الفنانة الطيبة الجميلة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. أي حد هتقول له اسم الفنانة ديت أو الصورة ديت، هتوريهم صورة الفنانة ديت، هيقول لك مش دي اللي جاسوسة واللي عملت واللي سوت. طيب الست دي ماتت من أكتر من 60 سنة، وكانت ست طيبة وكانت ست جميلة جدا. هل احنا نسيب الميت في حاله؟ لا طبعا، لازم عشان خاطر الكومنتات واللايكات وكده. احنا النهارده هنتكلم عن الفنانة المظلومة، أشهر دادة في تاريخ السينما المصرية، واللي ضحكتها كانت ضحكة مميزة جدا، الفنانة ثريا فخري. دايما ثريا فخري كانت بتعمل دور الدادة بكل طيبة وحنية، وما كنتش تحس أبدا إن هي يعني بتمثل، وكأنها فعلا الدادة بتاعتك. اتولدت ثريا فخري سنة 1905 في لبنان، وكان أبوها تاجر قماش، وكانت يهودية الديانة. وكانت ثريا فخري محبة للتمثيل والتقليد جدا، فكانت وهي في سن صغير يعني بتقلد أصوات الفنانين الكبار. فجأة كده أبوها بدون يعني سابق إنذار لم كل معاملاته وكل تجارته وجه على مصر، فانضمت ثريا فخري لفرقة علي الكسار، وبدأت رحلتها الفنية سنة 1939 بفيلم العزيمة مع الفنان حسين صدقي وفاطمة رشدي. حياة ثريا فخري مليانة ألغاز كتير جدا، هنتكلم عنها كلام كتير غلط، وهنتكلم نحاول نصححه مع بعض. أول لغز هنتكلم عنه هو زيجاتها. يعني اتقال إن هي الكلام اللي منتشر على الإنترنت إن هي اتجوزت 3 مرات. الزيجة الأولى من المهندس محمد توفيق، واللي كان محاسب معظم الفنانين في الوقت ده، واتقال ان الجوازه ديت ما نجحتش وان هي اتطلقت بشكل سريع. اما الزوج الثاني فهو من نبيل الدسوقي، واستمر الزواج دوت حوالي 7 سنين. اما الزوج الثالث فهو الفنان فؤاد فهيم، وعاشوا مع بعض لحد ما توفى. وبعد كده ورثته، يعني اتقال ان هو ساب اموال وساب فلوس كتير وما كانوش خلفوا، فثريا فخري ورثته. طيب احنا بقى دلوقتي هنصحح الاخبار دي كلها من خبر لقيناه موجود، كان منشور في جريدة الاخبار للصحفي احمد زعبوط، كان كاتبه بنفسه سنة 1965. الخبر دوت بيقول اني بيتكلم عن الخياطة بتاعة ثريا فخري، كانت بتحكي عنها. الخبر ده كان اسمه غريب جدا، كان ثروة ثريا فخري تحتاج لوريث. وكان سبب كتابة المقال دوت ما كانش ان ثريا فخري نفسها ماتت، ولكن كان سبب كتابة المقال دوت الثروة الكبيرة اللي سابتها ثريا فخري، واللي ما كانش في حد يورثها. واتقال في المقال دوت ان هي اتجوزت مرتين بس، ودي كانت حاجة غريبة جدا. المرة الأولى اتجوزت الضابط وبعد كده اتطلقت، والمرة الثانية اللي اتقال برضو كان موضوع غريب جدا، ما كانش فيه فؤاد فهيم ولا نبيل دسوقي في الموضوع. اتقال ان هو المهندس محمد توفيق، وان هو مات قبلها، ان هو ساب لها عمارتين في شبرا و13,000 جنيه. فبرضو علامات استفهام كبيرة جدا على أزواجها. أما اللغز الثاني بقى فهو يوم رحيلها، حتى كمان تاريخ رحيلها عليه علامات استفهام، او عليه في جدل كبير جدا عليه. في ناس تقول ان هي توفت في يوم 17 سبتمبر 1965،
وكان الخبر اللي اتنشر سنة 65 بيقول إن هو الخبر دوت اتنشر بعد أسبوع من وفاة ثريا فخري. في حاجة تانية غريبة جدا، إن ثريا فخري شاركت في فيلم لنادية لطفي اسمه الحلوة، والفيلم ده اتعرض في 21 نوفمبر سنة 1966. فازاي هي ماتت قبل في كل التواريخ الموجودة دي؟ لا طبعا في حاجة غلط في تاريخ الوفاة. أما اللغز الثالث فهو عن شكلها. شكل ثريا فخري دايما موجود في الأفلام، هتلاقيه الست الكبيرة، الست العجوزة، ما يديش 60 سنة. لو جينا حسبنا إن هي 1905 الميلاد ل 1965 أو حتى 66، هنلاقي إن عندها 61 سنة. شكلها كان أكبر بكتير جدا من السن اللي مفروض ماتت عليه. وده هيرجعنا لتاريخ ميلادها. غالبا تاريخ ميلادها اللي هو 1905 غالبا غلط. وإني ثريا فخري ممكن تكون عشان خاطر اتولدت في لبنان وحصلت لخبطه او حاجه في الاوراق او في الوثائق او في البطاقه، ممكن تكون مولوده قبل 1905 بكتير. كمان احنا بنتكلم على شخصيه تعتبر كومبارس، شخصيه ما ظهرتش كتير، يعني شخصيه ما كانتش في مجال السينما او في الافلام، ما كانتش بالنسبه لهم، ما كانتش شخصيه عليها الاضواء، فعشان كده مش هنلاقي اخبار كتير عنها. في بقى اللغز الرابع وهو من الحاجات الغريبه جدا، وهو اني عمرها ما ظهرت باسم الفيلم. كان دايما بيقول، يعني ما كانوش مسمينها، كانوا دايما بيقولوا الداده او ما كانش ليها اسم، الا 3 اعمال بس هي اللي كان ليها اسم فيهم، وكانت اسمها داده حليمه. نتكلم دلوقتي بقى عن اللغز الخامس والاخير في حياه ووفاه ثريا فخري، وهو وفاتها، طريقه وفاتها، واللي طبعا الناس اتكلمت عنها، وهي تقريبا سبب الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي. وهي اتقال انها كانت جاسوسه، وتخيلوا ان هي اتسمت بالافعى المتلونه. يعني اكتبوا، اعملوا سيرش بلفظ الافعى المتلونه، او اعملوا سيرش بالمراه التي غلبت الشيطان، هتلاقيهم كاتبين دوت على ثريا فخري. قالوا بقى ان هي كانت محضره مجموعه كبيره من المتطلبات وحطاهم في قلب فيلتها، مخبياهم في مكان ما، عشان كانت بتحضر لعمليه يعني ضد البلد. انفجرت ديت فيها وماتت واختفت جثتها. طبعا كلام دوت من وحي الخيال اللي مألفه، وطبعا الناس بتحب الحكايات الغريبة ديت جدا، يعني الناس كانت بتحب تتناقل الأخبار الغريبة ديت. فقالوا إني بعد وفاتها خدوا الأرض ديت مكان فيلتها، فقالوا إن هم لما حفروا عشان خاطر يعملوا مسجد مكان الفيلا بتاعتها او المكان اللي كانت عايشه فيه، فلقوا فلوس موجوده، فعملوا جامع، خدوا الفلوس دي وعملوا بيها جامع تاني، فكده عندنا اتبنى جامعين بفلوس ثريا فخري. وطبعا لما نيجي نبص بقى على مثلا الناس اللي حوالين ثريا فخري او الناس اللي اتكلمت في الاخبار او الكلام ده، هنلاقي ان الكلام ده مش منطقي باي شكل من الاشكال، وان الكلام ان الست دي كانت ست طيبه جدا مسالمه وعاشت في هدوء. الوحيد اللي قال ان يعني في كلام بس بيتقال كده بسيط، ان هي كانت ممكن تبقى بخيله، بس اللي انا هقوله دلوقتي دوت هيقول ان الكلام ده مش صح خالص، لانها في الخبر اللي انا هنزله لكم ده اللي نزل في الاخبار بيتقال ان هي كانت عايزه تتبرع بمبلغ كبير جدا للجمعيات الخيريه قبل وفاتها بفتره قصيره. طبعا الكلام اللي انا بقوله دوت انتشر بشكل كبير جدا، واتكلم كلام كل واحد بقى حط التاتش بتاعه، وبقت ثريا فخري هي الجاسوسه، لحد ما في يوم من الايام انا والاستاذ ابراهيم والدكتور مصطفى والاصدقاء بنتمشى هنا في قرافه البساتين، وعرفنا ان ثريا فخري مدفونه هنا، وكمان في المدفن دوت، وكمان سمعنا كلام جميل جدا عنها، ان هي الناس اللي كانت بتقول بخيله ان هي جابت اسره. ثريا فخري ما خلفتش، ما كانش ليها ورثه، فجابت اسره وقعدتهم هنا في المدفن دوت، واصرت ووصت الناس اللي موجوده ان الناس دي ما تخرجش في المدفن، والمدفن بقى تبع وزاره الاوقاف، ولكن وصيتها اتحققت. فكمان بيتقال في حاجه غالبا هي حاجه مش صحيحه خالص، بيتقال ان طبعا المدفن دوت موجوده فيه ثريا فخري لوحدها، وكمان مدفون في غرفة تانية في راجل. بيقولوا ان هنا الاهالي بتقول
ان الراجل دوت هو عبد الفتاح الاسري. وفي واحده تانية بتقول ان ليه ابن كان بيزوره، فمعنى كده ان هو ممكن ما يبقاش كده، ما يبقاش عبد الفتاح، وممكن يبقى حد تاني. ولكن احنا متاكدين بشكل كبير جدا ان عبد الفتاح الاسري مدفون في باب النصر. والناس عم سعيد ده بيقولوا ان هو توفى، اللي انا كنت مصور معاه من فتره، بيأكد ان هو كان مدفون هناك، وان اهله يعني كانوا بيزوروه، وان اخته انجا، قال باللفظ كده انجا اللي كانت معاه هي اللي جابته. هو قرايبه، اخته اسمها انجا. اه اخته اسمها انجا. اخته اللي هي في الصوره كانت بتاكله دي، ايوه هي دي؟ اخته اللي فيه. ده مدفن اخته؟ لا بس ما اعرفش كانت اتدفنت هنا ولا لا، بس هو مدفون هنا الله يرحمه. وفي حد بقى بيجي يزوره؟ اللي هو قريبه. فطبعا سوريا فخري، الناس اللي بتقول ان هي ماتت وهي يهوديه او ماتت وهي جاسوسه، سوريا فخري بما ان هي اشترت مدفن، المدفن ده كان باسمها على فكره، يعني مش بتاع جوزها، لان سالت يا جماعه المدفن بتاعها قالوا لي بتاعها. اشترت المدفن دوت في مقابر المسلمين هنا في البساتين. فبما ان هي اشترت المدفن دوت، يبقى هي اسلمت قبل وفاتها واتدفنت هنا. اولا هي ما سافرتش بره مصر، الناس لان برضه مطلعين من الاشاعه ان هي مش لاقيين جثمانها، ده رقم واحد. لما بعد الانفجار طلعوا اشاعه وقال ان هي سافرت بره مصر وهناك في الكيان ودفنت هناك، ما حصلش. سوريا فخري مدفونه هنا. ارحموا الناس. اتمنى ان كنتوا الرساله من الفيديو دوت ان احنا ما نصدقش اي حاجه بتتقال الا لما نتاكد، وما ناخدش كلام ونردده، لان معظم اللي بيتقال دوت هو هدفه انتوا عارفين طبعا الريتش والكلام اللي بيحصل اليومين دول. فاتمنى سوريا فخري موجوده هنا لوحديها، ملهاش حد خالص يدعي لها او حد يترحم عليها. فاتمنى ان كنتوا اي حد يشوف الفيديو ان هو يترحم عليها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي يوم من الايام احمد مظهر بيتعرض لحادثه في بيته غيرت حياته. انا ما بحبش اذكرها لاني بتألم. يا مديحه انت حياتك هتتغير فجاه. ناس كتير لحد دلوقتي بتسال هل الحادثه دي قضاء وقدر ولا كانت مدبره. وانا واقف هنا دلوقتي وبعد السنين الطويله دي كلها مفيش اي كلام يتقال الا عند الله تجتمع الخصوم. تمر الايام والسنين وفي كام شخصيه وفاتهم تعتبر لغز كبير محدش قدر يحله لحد النهارده، زي سعاد حسني ونيازي مصطفى والفنان الجميل اللي هنتكلم عنه النهارده واللي مات في عز شبابه، الفنان عمر خورشيد. في يوم 29 مايو سنة 1981 عمر خورشيد كان راكب عربيته الأمريكاني وكان ماشي في شارع الهرم، وكان معاه زوجته اللبنانية دينا وأصحابه. وفجأة في آخر شارع الهرم قدام فندق مينا هاوس عربية عمر خورشيد تطلع على الرصيف وتخبط في العمود ويموت عمر خورشيد. العربية اتدمرت والإزاز اتكسر وطار منه حتة جرحت رقبة عمر خورشيد وحصل له نزيف شديد جدا وفضل ينزف لحد ما مات. الجرح اللي كان في رقبته دوت خلى ناس كتير جدا تطلع إشاعات عن وفاته. في ناس قالت إن الوفاة دي كانت قضاء وقدر، وكمان ناس تانية قالت لا ده كانت حادث مدبر. بس الأكيد بقى إن الإسعاف لو كان وصل بدري شوية لعمر خورشيد كان ممكن يلحقه. وصل عمر خورشيد للمستشفى الساعة 4 الفجر، وكان تقرير المستشفى بيقول إن هو وصل جثة هامدة، وكان عنده جروح تهتكية في الرقبة وسحجات في الوجه. ناس كتير لحد دلوقتي بتسأل هل الحادثة دي قضاء وقدر ولا كانت مدبرة. بس احنا حابين في الأول إن احنا نزور الفنان عمر خورشيد وإن احنا ندعي له بالرحمة والمغفرة. يعني زي ما انتم شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ضريح الحاج عمر محمد عمر خورشيد رحمه الله. توفى في يوم 30 مايو سنة 1981. إلى روحه الطاهرة الفاتحة. أنا هحكي لكم الكام رواية اللي اتقالوا عن وفاة عمر خورشيد، وفي النهاية هقول لكم رأيي. يعني القصة الأولى بتقول إن هو كان سهران مع مراته وأصحابه في كازينو أو في فندق رولاند في شارع الهرم، وهم خارجين بالعربية في حد كان راكب عربية خضراء من غير نمر زنق عليه في شارع الهرم، وبعد كده عمر خورشيد طلع على الرصيف وحصل اللي حصل. ودي كانت الرواية الأولى.
اما الروايه الثانيه بتقول ان عمر خورشيد كان جايب عربيه جديده وكان فرحان بيها جدا وكان حاببها، كان بيحبها قوي، وكان معاه صديقه الخليجي سعد المطوع. بعد ما خلصوا السهره بتاعتهم طلعوا على شارع الهرم وكانوا ماشيين وركبوا العربيه، يعني عمر خورشيد ركب العربيه بتاعته وسعد ركب العربيه بتاعته، وقرروا ان هم يسابقوا بعض في شارع الهرم. وهم ماشيين بالعربيات اتفاجئ سعد بان في عربيه طالعه من شارع جانبي هنا، عشان يفادي العربيه ديت راح مميل على عربيه عمر خورشيد، فحصل اللي حصل وعمر خورشيد راح طالع فوق الرصيف وخبط في العمود. نيجي بقى للقصه الاهم واللي منتشره بشكل كبير جدا عن وفاه عمر خورشيد، واللي بقى بتقول ان عمر خورشيد كان صديق مقرب جدا من سعاد حسني. هنا طبعا كلنا عارفين المضايقات اللي كانت بتتعرض لها سعاد. هنا بقى سعاد لجأت لعمر عشان خاطر يحميها من المضايقات اللي بتتعرض لها، وفعلا عمر خورشيد راح لصفوة الشريف وقال له مالكش دعوه بسعاد. وطبعا احنا عارفين ان صفوة الشريف كان ليه سلطه وكان ليه قوه، فيقال ان هم اتخانقوا مع بعض. وطبعا الكلام اللي اتقال ان صفوة الشريف كان عايز ينتقم، فراح مطلع اشاعه ان عمر خورشيد ليه علاقه ببنت الرئيس وقتها. صفوة يسكت على كده؟ لا طبعا، ده رايح للرئيس بذات نفسه وقال له الحق ده في كلام بيتقال كذا 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 كذا. طبعا يقال برضو ان هو قال له صفوة اتصرف. طبعا صفوة اتصرف. غني غريب جدا ان سنة 2021 طبعا ده كان من قريب جدا، اخو الفنان عمر خورشيد طلع وقال بعد وفاة صفوة الشريف اني النهارده انا اقدر ان انا اخد عزا اخويا، لان صفوة الشريف هو اللي دبر الحادث. وكمان هنلاقي ان جانجا اخت الفنانة سعاد حسني هي كمان قالت اني النهارده اقدر اخد عزا اختي لاني برضو هو اللي تسبب في وفاة سعاد حسني. قصة تانية برضو منتشرة اني يقال ان الرئيس السادات كان بيحب عمر خورشيد جدا، كان بيحب عزفه وكان معجب بيه، فخدوا معاه اتفاقية السلام عشان وقت الاتفاقية يعزف على الجيتار. وفعلا ده حصل. ولما رجع بقى عمر خورشيد لمصر اتهاجم هجوم شديد جدا من الكتاب والصحفيين، واتقال بقى ان الجماعات المتشددة هي اللي عملت او دبرت الحادث اللي حصل لعمر خورشيد ده. هنيجي بقى نقول ايه الحاجات اللي تأكد لك ان الحادث دوت كان حادث مدبر وانه مش قضاء وقدر. طيب في كذا حاجة. اولا محدش طلع من الاطراف اللي كانت موجودة في القضية وطلع يتكلم بشكل صريح. مديحة كامل يعني اتكلمت من بعيد لبعيد كده، ما قالتش اللي حصل، ما ينفعش ان هي تحكي اللي حصل. دي حاجة. الحاجة التانية مراته دينا برضو ما اتكلمتش. الوحيدة اللي اتكلمت في الموضوع دوت هي مها أبو عوف، وبعد سنين طويلة جدا. طبعا مها أبو عوف كانت زوجته في الوقت دوت، وقالت ان وفاة عمر خورشيد لغز كبير جدا، والكلام دوت قبل وفاتها تقريبا بسنة او سنتين، يعني من قريب قوي. في حاجة، في علامة استفهام، ايه هي؟ ما بحاولش اعرف. طيب هنيجي نبص لحاجة تانية بقى، ان العربية لما تيجي تبص العربية هتلاقي العربية عربية أمريكانية يا جماعة، عربية يعني فيها خبطة من الجنب كده من ناحية عمر خورشيد، مش اللي هي تعمل مش حادثة موت. وبعدين كل اللي موجودين في العربيتين ما حصل لهمش حاجة. حاجة تالتة بقى وتأكد ان الإزاز بتاع العربية الأمريكاني لما بيحصل حادثة أو يتكسر بيتفتفت، ما بيعورش وما بيموتش، لا بيتفتفت عشان خاطر بيبقوا عاملين حساب الصدمات. كل الكلام دوت يأكد ان الحادث ده حادث مدبر والله أعلم. كده بالشكل دوت أنا عرضت عليكم كل المواقف اللي حصلت واللي اتقالت عن وفاة عمر خورشيد. يعني انتوا بقى تفكروا هل الوفاة دي كانت مدبرة ولا كانت بفعل فاعل؟ لو حابين نوعية الحلقات ديت اكتبوا لي تحت في الكومنتات واختاروا الحلقة الجاية تكون عن مين. يعني الفنانة مديحة كامل ولا هالة فؤاد ولا فؤاد المهندس. وانا واقف هنا دلوقتي وبعد السنين الطويلة دي كلها مفيش اي كلام يتقال الا
عند الله تجتمع الخصوم، ورحمة الله على عمر خورشيد وعلى كل اللي اتظلموا، ورحمة الله على أمواتنا جميعا. وفي يوم من الأيام أحمد مظهر بيتعرض لحادثة في بيته غيرت حياته. أنا ما بحبش أذكرها لأني بتألم. احنا النهارده جايين نزور واحد من اهم فناني الزمن الجميل. انا بالنسبه لي يعتبر فناني المفضل، عنده كاريزما كده خاصه، اداؤه بسيط وجميل، ما تحسش ابدا ان هو بيمثل وكانه في حياته العاديه بيتعامل بالشكل ده. احنا النهارده جايين نزور الفنان الجميل احمد مظهر حافظ، الشهير باحمد مظهر. ما بحبش أذكر الذكرى دي إنها أليمة شوية. احمد مظهر من مواليد 1917، واتخرج بعد كده من الكليه الحربيه. وتخيلوا بقى كان مين معاه في الدفعه؟ كان الرئيس انور السادات وجمال عبد الناصر. بس بعد كده بسبب حبه للفن قرر ان هو يقلع بدله الجيش ويمثل فيلم رد قلبي عشان يحقق نجاح كبير جدا، وتبتدي مسيره احمد مظهر الناجحه مع الفن. انا في رايي الشخصي، مش عارف انتوا تتفقوا معايا ولا لا، ان احمد مظهر ممكن يكون ما خدش حقه كبطل او كنجم. يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن نجوم الزمن الجميل، في ناس تقول لك رشدي أباظة، وفي ناس تقول لك شكري سرحان، وفي ناس تقول لك عمر الشريف. يعني ما حدش بيقول احمد مظهر، بس انا بالنسبه لي احمد مظهر لاسباب كتير قوي. يعني بسبب ادائه زي ما قلت لكم، عشان ما اكررش الكلام، زي ما قلت لكم ادائه البسيط، وبسبب ان هو يدخل القلب، يدخل قلبك على طول. وكمان ان هو ادى بعض الأعمال الهامة جدا في تاريخ السينما المصرية، وكمان كتير منها تحس إن هي عكس بعض. يعني مثلا دوره في العطاشجي، هتلاقي دوره الشاب اللي هو المستهتر البوهيمي اللي هو عايش بهمجية، وبعد كده تيجي تبص على دوره في فيلم الأيدي الناعمة هتلاقي حاجة تانية خالص. هتلاقي بقى الباشا البرنس اللي عايش في الفيلا بتاعته أو في القصر بتاعه على النيل، ومنعزل تماما عن الناس والبشر، وكمان عايش بقى على ذكريات البشوية وعلى الميداليات أو النياشين اللي واخدها واللي كان بيبيعها ويجيب مكانها بسبوسة. تجيب ده وتاخد نيشان. اخد ايه؟ وكمان هتلاقيه مختلف تماما عن دوره بقى فين؟ في لصوص لكن ظرفاء. يعني بقى دور الحرامي أبو دم خفيف اللي برضه وحتى وهو بيسرق أنت متعاطف معاه وداخل قلبك، ما تعرفش إزاي، حاجة بتاعت ربنا. طبعا مش هننسى دوره في فيلم صلاح الدين الأيوبي، لما جسد صلاح الدين الأيوبي وطريقة إلقائه وكلامه بحنية كده يدخل قلبك ويخليك متعاطف معاه. وبرضو فيلم دعاء الكروان البشمهندس برضو خلاك انك انت تبقى متعاطف معاه وداخل معاه قوي في الشخصية. اما دور احمد مظهر في فيلم رد قلبي كان دور صعب جدا. كان البرنس علاء، ان في فروق كبيره جدا ما بين الناس، وان هو دايما بيصنفهم وبيتعامل معاهم على اساس طبقي. طبعا عشنا سنين عمرنا بين متعاطفين مع علي ابن الجنايني، وكنا كارهين شخصيه احمد مظهر جدا لاني اداها الصراحه بشكل رائع. وفي يوم من الأيام أحمد مظهر بيتعرض لحادثة في بيته غيرت حياته للأسف الأسرية، لما نسي مسدسه الميري، والمسدس دوت كان متعمر بطلقات حية. كان ساعتها ابنه لسه سنه صغير، خد المسدس دوت وقرر إن هو يلعب مع صاحبه، فضرب عليه نار وللأسف خلص عليه في الحال، لأن للأسف ما كانتش طلقة واحدة وكان تقريبا أكتر من طلقة. وبعد كده طبعا هو ومراته تبادلوا الاتهامات وحصل ما بينهم مشاكل كبيرة جدا أدت في الآخر للأسف الشديد لطلاقهم. وأحمد مظهر نفسه حكى الموضوع دوت وهو سنه كبير، وقال إن الموضوع دوت كان مؤلم جدا بالنسبة له. ما بحبش أذكر الذكرى دي إنها أليمة شوية. كل واحد يلقي اللوم على التاني، أنت أبوه، أنت اللي ربيته، أنت اللي رقيبة عليه، أنا بشتغل بره. وفي فترة من الفترات أحمد مظهر قرر فجأة كده إن هو يعتزل التمثيل، ده بسبب مشكلة حصلت مع سعاد حسني على الأفيش، مين يتحط في الأفيش الأول. ساعتها أحمد مظهر اتضايق جدا وزعل من سعاد، وقرر إن هو يسيب لهم السينما ويفتح بقى إيه، يفتح ورشة ميكانيكا تحت بيته، لأن هو كان بيحب الميكانيكا جدا. بس بعد فترة اتصالح مع سعاد حسني ورجع للسينما وقرر إن هو يمثل من تاني.
وللاسف الشديد احمد مظهر نهايته كانت نهايه حزينه. انا عن نفسي فاكر في الالفينات او اواخر التسعينات، لان انا كنت بحبه وكنت متتبع اخباره مع اني كان سن صغير وقتها، اني كان احمد مظهر كان عنده حديقه بتاعه بيته كان بيربي فيها، كان عنده هوايه تربيه النباتات النادره، كان بيحبها جدا، فكان مجمعها في حديقه منزله. وكانت الحديقه دي للاسف الشديد وقعت ضمن مخطط لاقامه محور 26 يوليو وقتها، وقالوا له ان احنا هنشيل لك البيت بالحديقه. ساعتها زعل واتاثر جدا، انا فاكر تقريبا ان هو بكى على الزرع وعلى الحديقه بتاعته، وساعتها كلنا اتاثرنا جدا، وعمل مناشده للمسؤولين وللسيد الرئيس محمد حسني مبارك وقتها، اللي ساعتها ما قدرش ان هو يعمل له حاجه اكتر من ان هو يقرر ان هم يقتطعوا جزء من الحديقه. وبس شالوا جزء من الحديقه وسابوا له باقي الحديقه بالبيت. فصل جديد بقى من الاحداث الحزينه في حياه احمد مظهر فناننا المحبوب، لما الفنانه صديقه عمره مريم فخر الدين طلعت في التلفزيون وقالت ان ولاده حابسينه وانهم حاجرين عليه وانهم حابسينه. ساعتها يعني الدنيا اتقلبت، ويعني الله اعلم الكلام ده صح ولا لا، بس انا برايي لما تيجي تسالني هقول لك لما تيجي تتفرج على فيلة او حديقه الفنان احمد مظهر اللي بيرعاها ابنه المهندس شهاب مظهر حاليا، هتحس ان هو كأن في شبه كبير جدا ما بينهم، وكأن شهاب مظهر هو احمد مظهر، يعني نفس اخلاقه ونفس طريقته ونفس حتى شكله ونفس نظراته. فانا شايف ان هو كان صعب جدا ان الاخبار دي ممكن تكون الفنانه مريم فخر الدين بسبب كبر سنها وقتها، وان هي فعلا كانت بتطلع تقول كلام كتير جدا ممكن يكون فهمت الموضوع بشكل مش صح. انا مثلا بقول ان اخلاق احمد مظهر وتربيته اكيد ما تسمحش ان هو يربي اولاده ان هم يعملوا فيه كده، فانا الصراحه مش مصدق الموضوع. وبنيجي بقى عند الفصل الاخير الحزين طبعا في حياه احمد مظهر. كان سنه كبير جدا ووصل ل 85 سنه، فطبعا كان مريض وجاله التهاب رئوي حاد، ودخل مستشفى الصفا في المهندسين وتوفى إلى رحمة الله في 8 مايو سنة 2002 وجه واتدفن هنا. من الحاجات الجميلة إنك أنت تبقى ناجح ومشهور ومعاك فلوس وكمان في سن الشباب، ويجي ربنا فجأة يغير لك طريقك وسكتك، وانت بقى تعمل ايه؟ تسيب كل حاجة وتعيش حياة جديدة وتتجه لربنا. وده بالظبط اللي حصل مع الفنانة اللي هنتكلم عنها النهاردة. احنا النهاردة جايين نزور مدفن الفنانة المرحومة مديحة كامل. أتمنى أنكم تدعوا لها بالرحمة والمغفرة. في يوم من الأيام الدكتور مصطفى محمود قابلها بالصدفة، فقال لها يا مديحة أنت حياتك هتتغير فجأة، أنت لم تخلقي لما أنت فيه، يوم ما سيختلف ويتغير مستقبلك. وده فعلا اللي حصل. لما تيجي تسأل حد دلوقتي عن مديحة كامل هينسى كل حاجة، وهتلاقيه يقول لك إيه بقى؟ مديحة كامل ماتت وهي صايمة، وكان في رمضان وكانت بتحفظ سورة البقرة، ودي بقى حسن الخاتمة، فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. مديحة كامل ربنا رزقها كل حاجة، الجمال، خفة الدم، وكمان الأهم حب الناس. يعني بعد ما بقت نجمة مشهورة وعملت أفلام كتير جدا، جت سنة 91 وكانت بتمثل فيلم بوابة إبليس. فجأة حست إن حياتها محتاجة تتغير وفوراً دلوقتي، وما كانتش لسه خلصت كل مشاهدها في الفيلم. كمان كانت بتعمل مسرحية مع سعيد صالح في اسكندرية اسمها حلو الكلام. مديحة قررت فجأة وبشكل مفاجئ إن هي تعتزل التمثيل وتلبس الحجاب، وقالت للمخرج عادل الأعصر وقتها مخرج فيلم بوابة إبليس: يا عادل أنا مش همثل تاني، أنا هعتزل التمثيل ومش هكمل تصوير مشاهدي في الفيلم. طبعا عادل احترم رغبتها، بس المنتج طبعا طبيعي جدا ان هو يتضايق جدا وعمل مشاكل وكان هيلجأ للقضاء. يعني يقال ان هو كان هيلجأ للقضاء، بس نقابة الممثلين تدخلت وحلت الموضوع. اما بالنسبة لسعيد صالح الفنان الكبير،
يقال ان هو ما اداهاش اجرها في المسرحيه، لان هو قال ان هي سابت المسرحيه فجاه. اما بالنسبه للفيلم فاضطروا ان هم يعدلوا السيناريو وجابوا واحده شبهها عملت الدور، وبعد كده موتوا البطله والموضوع عدى. مديحه كامل ما رضتش بكل العروض اللي اتقدمت لها عشان خاطر ترجع للتمثيل من تاني، وكمان رفضت الظهور في اي وسيله اعلاميه او تلفزيونيه، واكتفت ان هي تقعد تتعبد في البيت. اما بقى عن كواليس اعتزال الفنانه مديحه كامل، بنتها بتقول ان كان عندها والدتها كانت جميله جدا، ام مديحه كامل كانت جميله جدا، وكانت مديحه متعلقه بيها بشكل كبير. في يوم من الايام حصل لها نزيف في المخ، والست بعد ما كانت جميله وكلها شباب وحيويه وطاقه وشعرها اسود وما تحسش ان هي ست كبيره، كل ده اتبدل وكشت في نفسها في يوم وليله وبقى شعرها ابيض، وكل ده اتبدل حتى شكلها اتغير. هنا يعني مديحه حست بخوف من ربنا ان في حاجه، يعني اللي احنا بنعمله ده كله، وان الحياه ملهاش اي 30 لازمه. وكان عندها الاحساس دوت من زمان، من وقت وفاه اخوها الصغير اللي مات وكان عنده 17 سنه بالكانسر. برضه مديحه كانت يعني مرتبطه بيه جدا وزعلت قوي عشانه، عشان كده فضل الحزن ده جواها والخوف من ربنا جواها. تخيلوا ان هي بعد موضوع اخوها دوت تعبت جدا وجالها جلطه، وبعد موضوع الجلطه ده جالها الروماتويد سنه 86، والروماتويد عمل لها ميه على القلب. وبعد كده مديحه يعني عاشت عادي خالص، ما كانش عندها اي مشاكل صحيه. كان عندها الموضوع بتاع الميه على القلب دوت، وكانت بتاخد علاج عادي، يعني ما كانش فيه اي مشكله كبيره. على فكره في حاجه تانية قالتها بنتها، ان هي كانت مواظبه على الصلاه جدا قبل موضوع الاعتزال وبعد الاعتزال. يعني بنتها بتقول ان هي حتى لو هي كانت بتصور مشهد كانت بتسيبهم وتروح تصلي وترجع تاني. اما طبعا بعد الاعتزال فالتزمت بشكل كبير جدا، وكمان يعني في حياتها مديحه كامل عملت عمرتين وعملت حج بعد الاعتزال. اما بالنسبه بقى لوفاتها في اشاعه كبيره، يعني انا نفسي كنت فاكر ان هي مديحه كامل ماتت بالسرطان، بس بنتها نفت الموضوع ده تماما. يعني مديحه كامل ما ماتتش بالسرطان، هي زي ما قلت لكم كان عندها موضوع الميه على القلب، وكانت اللي بتاخد العلاج المزمن عادي زي اي حد عنده مرض مزمن بياخد علاج، وكانت بتمارس حياتها عادي خالص. وفي يوم بقى من الايام كانت في شهر رمضان، كان يوم 4 رمضان، كانت بتتسحر وقعدت مع جوز بنتها عشان خاطر تستنى صلاة الفجر. وكمان مديحة بقى اتصلت باصحابها وزمايلها عشان خاطر تحسهم على صلاة الفجر حاضر. وبعد ما صلت دخلت اوضتها وكانت بتحفظ سورة البقرة، وكان جنبيها كتيب صغير، يعني كانت بعد ما تحفظ تكتب الحاجات اللي حفظتها. وكانت مديحة كامل كل يوم بتظبط المنبه على الساعة 12 الظهر عشان خاطر تقوم تصلي الظهر. بنتها الصبح لما جت الساعة 12 لقت المنبه عمال يرن 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 ورا بعضه، ووالدتها مديحة ما يعني ما وقفتش المنبه أو صحيت، فدخلت عشان تصحيها فلقيتها ما بتردش. ماتت مديحة كامل، وكان جنبها الكتيب اللي كانت بتحفظ فيه سورة البقرة. بنتها خدتها مستشفى معهد القلب اللي كان جنب البيت، وحاولوا ان هم يعملوا لها عمليات انعاش، وللاسف الشديد الموضوع ما نجحش، وتوفت مديحة كامل في يوم 13 يناير سنة 1997، وكان موافق 4 رمضان سنة 1417. أما بعد الوفاة بقى بنتها فتحت الدولاب بتاعها، لقيت إيه بقى؟ لقيت إنها كانت مجهزة عارفين الكتيب اللي هو بتاع أدعية المتوفي، كانت عاملة طبعة مجموعة كبيرة وحطاهم في الدولاب عشان خاطر بعد الوفاة تتوزع صدقة على روحها. وكمان اكتشفت إن هي كانت عاملة أعمال خير كتير جدا والدتها ما كانتش قايله لها عليهم. في كام حاجة غلط بقى منتشرة عن مديحة كامل، زي موضوع موتها بالسرطان وده ما كانش صحيح، وكمان موضوع ان هي اعتزلت بسبب
احمد الريان وده برضو ما كانش صحيح، وموضوع ان هي اعتزلت وكان السبب في اعتزالها الشيخ الشعراوي وبرضو ما كانش صحيح، لان بنتها قالت ان مديحه كامل ما قابلتش الشيخ الشعراوي الا بعد اعتزالها للفن. فاتمنى انكم تدعوا لها بالرحمه والمغفره، ولو حابين نوعيه الافلام ديت، لو حابين نوعيه الفيديوهات ديت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات واختاروا الحلقه الجايه ما بين شكري سرحان، عبد الحليم حافظ ولا شادية.